كان لازم أعمل كده قبل الشتا، خلاص بقى الشتا على الأبواب، عشان هنعمل بيات شتوي ونقفّل الشقة كويس. تغسلي بقى سجادك بحيث أنتِ تفرشيه، فرشة الشتا بقى بيفضل طول الشتا مفروش. شوفي عرض متواصل، كمّلي الفيديو معايا للآخر، اعملوا متابعة للقناة ودوسوا لايك. شُفتوا بقى غسيل والله روتين نشاط من الآخر. شُفتوا؟ على فكرة اللي معايا دي مش مقاشة اللي هي الطويلة دي، اللي تحت دي فرشة بتاعة غسيل السجاد، خشنة وحلوة بتشيل أي وبر على السجاد، وبتشيل لو في شعراية، لو في حاجة، لو في فتلة بتاع بتعمل. بس الواحد لازم برضه يعمل بالصغيرة دي، لإن طبعًا إيه، ممكن يبقى في بقعة صغيرة في الفاتح ده ما أنتيش شايفاها مش عارفة إيه، فعشان لو في حاجة أنتِ بتعيدي عليها تاني، عشان ما بتبقيش شايفة أوي وأنتِ واقفة. طبعًا بقى في حاجة كده عند بتاعة المنظفات اسمها شامبو للسجاد، هو مخصص للسجاد، بنجيبه بقى ونضيف عليه شوية إضافات من عندنا بقى، ده عندِك برسيل جل ماشي، ده عندِك عجينة ماشي، عندِك بتاعة اسمها خلطة الملابس بنحط ما فيش مشكلة، وبنبدأ نغسله بقى بيطلع زي الفل. أهم حاجة ما تحطيش كلور، عشان الكلور ممكن يبوظ السجادة، ولو هتضيفي ضيفي نسبة صغيرة خالص أو كلوريكس ألوان، لو في بقعيان يبقى حطي كلوريكس ألوان. في فانيش، في حاجات من دي، وفي على فكرة منها سايب سايب ومعلب. مش طبعا داخل بقى ومش عارف طبعا نشف السجاد، ان انا كل حاجه في البيت انا بغسلها. الشتا لما بيخش بيبقى ايه، ممكن تغسليها والدنيا تشتي عليها ما تنشفش، وبعدين ميه الشتا لما تنزل على الهدوم او على فرشه او على حاجه بتلاقي الريحه بعدها مش حلوه، ما اعرفش ليه، بس انا دايما بيبقى عندي الاحساس ده، فبرجع اضطر اغسلها تاني، فما بتنشفش حلو وما بتنشفش اصلا، وبتفضل مكمكمه كده، لا شمس ولا حاجه شافتها. انما حالا لسه الجو حلو، احنا في الخريف، اغسلي دلوقتي بقى وعيني سجادك. ممكن تعينيه شويه مفيش مشاكل، لسه الارض مش ساقعه قوي، وممكن تقومي جايه فرشه عادي مفيش مشكله برضه، مش هيحصل حاجه. طبعا كلنا معظمنا حالا بقى عنده كفر، واللي ما عندوش كفر السجاد بتاعه اللي هي الحلوه قوي فرشه، طبعا في الاماكن اللي بنخشهاش كتير، انما اللي هي نص عمر زي دي كده مثلا تفرش عادي ما بيهمنيش. واحنا عندنا بقى مكان كده على السطح ده نافعنا في كل حاجة بقى، بنطلع بقى بنقعد ما بيهمناش بقى، قعدنا ساعة قعدنا اتنين، ادي احنا قاعدين في بيتنا ومعانا ميتنا ومعاكي مكانك ولا بيهم، هاتوا منظفاتك واطلعوا.